راجل مسطي كيتحبس مع بنت في السانسور لمدة 5 أيام. كيبدا الفيلم ديالنا بجنيفر، موظفة زوينة خدامة في شركة، واليوم الجمعة كتحاول تسالي خدمتها دغيا باش تستمتع بالويكاند. جنيفر كانت حاجزة طيارة لنيويورك باش تلاقى مع خطيبها في عيد الحب. خلات ليه ميساج وبالزرباج مع داكشي ديالها حيت مازال تبعها الطيارة هاد الليلة. في نفس الوقت واحد الراجل سميتو مارك كيبان لينا مزروب وكيجمع داكشي ديالو باش يخرج. جنيفر دخلت المصعد من طابق 49، اما مارك دخل عندها في الطابق 42. بدا كيدوي معاها ولكن جينيفر ما تسوقاتش ليه وكانت هضرتها ناقصه، حتى وصلت اللحظه اللي فيها المصعد وقف بيهم. مارك حاول يورك على الازرار ويصوبوا ولكن ما طرا والو. الضو واصل السنسور ولكن ما كيتحركش. مارك حاول يحل الباب بيديه ولكن ما بغاش يتحل. بدا كيبين راسو في الكاميرا باش يشوفوهم ولكن حتى واحد ما جاوبهم، وحتى تليفوناتهم ما كانش فيهم الريزو. جينيفر بقات كدوب الخايب على الامن ديال المبنى، ومن بعد ربع ساعه بدات كتعصب وبدات كدق في الباب ديال المصعد باش شي واحد يسمعها ولكن ما لقاتش اجابه.